أنا اتجوزت من سنتين وجوازي كان عن حب. جوزي إنسان كويس جدا. بعد الجواز قررنا نأجل الخلفة عشان لسه سننا صغير، وكمان عشان نستمتع شوية بالحياة مع بعض قبل دوخة الولاد. ومن كام شهر أخو جوزي توفى في حادث، هو ومراته، وسابوا بنت عندها 4 سنين. ومن هنا بقى بدأت مشاكلي وراحت السعادة اللي كنت عايشاها. جوزي أصر إنه ياخد البنت وإنها تتربى معانا، وإن هو أولى بيها من أهل مامتها، وخصوصا إنه أصلا بيحبها قوي. وأنا شايفة إن أهل مامتها هما اللي ربوها. اتخانقنا وسبت له البيت، وتخيلت إنه مش هيقدر على بعضي. حاول مرة يصالحني وجه البيت واتكلم مع أهلي، لكنه أصر إنه هو اللي هيربي بنت أخوه. وأنا فضلت على موقفي ورفضت تماما. بعدها فوجئت إنه طلقني. بيقولوا عليا أنانية، بس أنا مظلومة. أنا فعلا ما أقدرش أربي بنت مش بنتي. أنا عارفة نفسي، ومش مصدقة إن جوزي رماني بالسهولة دي. قوليلي، أنا غلطانة ولا صح؟ الحقيقة أنا احترمتك. أنت ست واضحة مع نفسك، عارفة إنك مش هتقدري تربي بنت مش بنتك، واتقيتي ربنا لأن كان ممكن ده هتعامليها بطريقة آه، مش لطيفة ومش اللي تستحقها واللي تزعل ربنا. بس زي ما أنا احترمتك أنا احترمته هو كمان. دي طفلة وبنت أخوه، وطبيعي إن هو يفكر إنه يحافظ عليها ويربيها معاه. إنه طلقك، هو ما طلقكيش علشان كرهك ولا علشان انتي أنانية. هو طلقك لأنك خيرتيه ما بين إنه يعيش معاكي أو إنه يرمي بنت أخوه. هو ما طلقكيش علشان كده. وما أقدرش أقولك كمان إنك كنت تقولي أوكي هربيها وتعذبي البنت. كل إنسان له قدرة، فده أمر الله.